بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجددا في محاضرات علم تشريح النبات، واليوم نلتقي في المحاضرة رقم 9 لطالبات قسم الأحياء في كلية العلوم التطبيقية، وسوف نستكمل الأنسجة النباتية. سوف نركز بشكل رئيسي في هذه المحاضرة على الميرستم القمي في الجذور، سواء جذور ذوات الفلق أو جذور ذوات الفلقتين. طبعا نتذكر مع بعض جيدا أن الميرستم القمي أو المنطقة القمية في الجذور تغطى بمنطقة خاصة تسمى روت كاب أي القلنسوة، وهذا سوف يكون عامل رئيسي في الاختلاف بين الميرستم القمي في الساق والميرستم القمي في الجذر. الميرستم القمي في الجذر، لماذا يوصف الميرستم القمي في الجذر بأنه تحت طرفي؟ لأنه يغطى بتركيب طرفي يسمى القلنسوة روت كاب، بالتالي يسمى الميرستم القمي في الجذر بالتحت الطرفي لأنه يغطى بالقلنسوة. وأيضا لا يتكون عادة من الميرستم القمي للجذر أعضاء جانبية مثل الأزهار والأوراق والأفرع كما في السيقان. ففي السيقان نعرف جيدا أن الأعضاء الجانبية كالأزهار والأوراق والأفرع هي بالأساس براعم. هذه البراعم تتكشف سواء الأزهار أو الأفرع. البرعم قد يكون برعم زهري ينشأ عن تكشفه وعن نشاطه وعن نضجه الأزهار، أو حتى المجموع الخضر ممثل بالأفرع. وكذلك السيقان تحمل مناطق معينة تسمى العقد، ومن العقد تخرج الأوراق، بمعنى أنه الساق يحمل أزهار وأوراق وأفرع. أما الجذر والميرستم القمي للجذر فلا يتكون عنه أعضاء جانبية. طب حتى الجذور الجانبية في الجذور، هل تنشأ هذه الجذور الجانبية من الميرستم القمي للجذر؟ لا تنشأ من الميرستم القمي للجذر، بل تنشأ بعيدا عنه، تنشأ عنه داخليا أي من المنطقة المحيطة. بمعنى لو جينا إحنا ركزنا على الجذر والقطاع العرضي في الجذر، نلاحظ أن الجذور الجانبية أو حتى قد تسمى الجذور الثانوية لا تنشأ من المناطق الميرستيمية للجذر، بل تنشأ من البريسايكل، وهي الطبقة المحيطة التي توجد داخليا في القطاع العرضي للجذر. بمعنى أن الجذور الجانبية لا تنشأ من الميرستم القمي للجذر، بل تنشأ بعيدا عنه داخليا من البريسايكل أو من الطبقة المحيطة. طب لماذا لا تحدث في الميرستم القمي للجذر تغيرات متعاقبة في الشكل والحجم كما يحدث في الساق؟ لعدم وجود الأعضاء الجانبية كالأوراق والأفرع الجانبية التي لا توجد أصلا في الميرستم القمي للجذر. بمعنى أنه ما فيش عندنا تغيرات متعاقبة في الحجم والشكل بالنسبة للميرستم القمي للجذر، لأنه لا توجد أو لا تنشأ عنه أوراق وأفرع جانبية. نيجي نشوف موضوع تاني. الميرستم الأول للجذر يمثل، ما المقصود بالميرستم الأول للجذر؟ بروميرستم. ماذا يمثل؟ يمثل الجزء الطرفي من الميرستم القمي للجذر، بمعنى أنه أعلى قمة في الميرستم القمي للجذر تسمى الميرستم الأول للجذر. إذا جانا تعريف في الامتحان ما المقصود بالميرستم الأول للجذر، هو الجزء الذي يمثل الجزء الطرفي من الميرستم القمي للجذر. هل تنطبق نظرية الغطاء والبدن التي تحدثنا عنها في الميرستم القمي للساق، هل تنطبق على الميرستم القمي للجذر؟ الإجابة كلا. لماذا؟ لوجود القلنسوة ولعدم تكوين الأعضاء الجانبية أو المحاور الجانبية مثل الأوراق والأفرع، أي أنه يوجد اختلاف في التركيب.
طب لماذا يعتبر نمو الميرستم القمي في الجذور أكثر انتظاما من الساق؟ نمو الميرستم القمي في الجذور يعتبر أكثر انتظاما في الساق، لأن العقد اللي بتحمل أوراق وكذلك وجود السلاميات في السيقان ولا توجد في الجذور، بمعنى انه ما فيش عندنا او الميرستم القمي في الجذور يعتبر اكثر انتظاما من الساق لان العقد والسلاميات في الجذور غير موجوده. لو جينا طلعنا هذا الجذر، هذا جذر بشكل عام، الروت كاب اي القولونسوة، منطقه القولونسوة، روت ايبيكال ميرستمز اللي هي منطقة القمة للجذور، مرستيمات القمية للجذور، المنطقة الزرقاء. region of elongation منطقة الاستطالة، ومن ثم region of maturation المنطقة الناضجة أو المستديمة، وهنا توجد الروت هيرز اللي هي الشعيرات الجذرية التي تعتبر خارجية المنشأ، بعكس الجذور الثانوية اللي بتكون هنا على الجوانب، ولكن ايش تنشأ من الداخل من البريسايت. لو جينا لهذا الشكل الروت كاب، القولونسوا، بروتوديرم البشرة الأولية، جراوند ميرستم اللي هي الميرستيمات الأساسية، وبروكامبيوم المنطقة الحمراء، بروكامبيوم اللي هي مين؟ الكامبيوم الأول. هذه الثلاث ميرستيمات اللي بتكون منها هذه المنطقة الميرستيمية، تمام؟ اللي هي تعتبر أنسجة ميرستيمية، 3 أنسجة ميرستيمية اللي بنشأ عنها أو أنسجة ابتدائية، أنسجة ميرستيمية بنشأ عنها أنسجة ابتدائية كما تحدثت آمل. المنطقة الناضجة فيها كزايلوم اللي هو الخشب، هذا هو الخشب، بريسايكل الطبقة المحيطة اللي من هنا، من هذه الطبقة المحيطة تنشأ الجذور الجانبية للداخل كما تحدثنا قبل قليل، للداخل بريسايكل للداخل موجود تنشأ عنها الكورتكس، منطقة كورتكس القشرة، وللخارج ابيديرمس اللي هي الايش؟ البشرة. نيجي واحدة واحدة نشوف الميرستم القمي في جذور ذوات الفلقتين، الميرستم القمي في جذور ذوات الفلقتين. في هذا الميرستم في ذوات الفلقتين نلاحظ أن الميرستم الأول اللي حكينا عنه اللي هو الجزء الطرفي من الميرستم القمي يحتوي على 3 طبقات من البدايات الخلوية. ال3 طبقات من البدايات الخلوية بتكشف عنها 4 مناطق ميرستمية منشئة لأنسجة الجذر، بمعنى سوف نتحدث عن 3 طبقات بتتكون عن هذه ال3 طبقات تتكون عنها 4 مناطق ميرستيمية. الطبقة الأولى حكينا 3 طبقات بتتكون عنها 4 مناطق ميرستيمية. الطبقة الأولى هي الطبقة الخارجية أو تسمى منشئ البشرة والقولونسوة. ماذا ينشأ عنها؟ بشرة وقولونسوة، تمام. طبعا هذا القولونسوة غير موجود لا تتعلق نهائيا بالساق، فقط بالجذر. بالتالي الطبقة الخارجية تعتبر بداية خلوية وتسمى الطبقة الخارجية بمنشئ البشرة والقولونسوة. ماذا ينشأ عنها؟ بشرة وقولونسوة. منشئ البشرة والقولونسوة أو الطبقة الخارجية أو البداية الخلوية الخارجية. رقم 2 الطبقة الوسطى، ماذا أيضا تسمى؟ منشئ القشرة. منشئ القشرة، ماذا ينشأ عنها؟ القشرة من اسمها. الطبقة الداخلية أيضا إيش اسمها؟ منشئ الأسطوانة الوعائية، ماذا ينشأ عنها؟ الأسطوانة الوعائية. بالتالي تحدثنا عن 3 طبقات من البدايات الخلوية، طبقة خارجية ووسطى وداخلية، وبتعطي هذول ال3 طبقات أو بدايات خلوية بتعطي 4 مناطق ميرستمية. المنطقة رقم 1 بشرة، المنطقة رقم 2 قولونسوة، المنطقة رقم 3 قشرة، والمنطقة رقم 4 أسطوانة وعائية. لماذا تعتبر القولونسوة نمو متخصص من البشرة؟ نرجع هنا نشوف انه تنشأ منها البشرة والقولونسوة. القولونسوة تعتبر نمو متخصص من البشرة وليس من القشرة، من البشرة في ذوات الفلقتين. لماذا؟ لأن كلاهما سواء القولونسوة أو البشرة تنشئان معا من أصل واحد اللي هي الطبقة الخارجية.
بالتالي لماذا تعتبر القولونسوا نمو متخصص من البشرة؟ لأن كلاهما منشأهم واحد وهو الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية بالنسبة للميرستم القمي لجذر ذوات الفلقتين. أما الميرستم القمي هو نموذج رقم 2 تكشف الميرستم القمي في ذوات الفلقة الواحدة. كما في النموذج الأول كان في عندنا 3 طبقات من البدايات الخلوية، وهذه البدايات تتكشف وتعطي 4 مناطق ميرستيمية منشأة لأنسجة الجذر. نشوف الطبقة الخارجية، هناك حكينا إيش؟ منشئ البشرة والقولونسوا. هذه الطبقة الخارجية شو حنسميها؟ منشئ القولونسوا فقط. بالتالي في ذوات الفلقة الواحدة الطبقة الخارجية تنشأ فقط القولونسوا. بالتالي سؤال مهم جدا، نقارني بين الطبقة الخارجية في الميرستم القمي للجذر في ذوات الفلقتين والفلقة الواحدة. هنحكي انه في الحالة الأولى الطبقة الخارجية بتعمل على تكوين القولونسوا والبشرة، ولكن الطبقة الخارجية في ذوات الفلقة الواحدة أو في الميرستم القمي لجذور ذوات الفلقة الواحدة ينشأ عنها فقط القولونسوا. أما الطبقة الوسطى في كلاهما ينشأ عنها القشرة. الطبقة الداخلية في كلاهما بينشأ عنها الأسطوانة الوعائية. طب من وين البشرة يا صبايا؟ الطبقة الخارجية من القشرة بتنشأ عنها البشرة. بالتالي تتكون البشرة من الطبقة الوسطى، والطبقة الخارجية للقشرة بتكون عنها البشرة. مرة ثانية، الطبقة الوسطى تعتبر منشأ القشرة وبتنشأ منها القشرة. من هذه القشرة تتكشف طبقة خارجية منها وتكون البشرة، بمعنى أن البشرة والقشرة منشأهم واحد في ذوات الفلقة الواحدة، البشرة والقشرة. أما في ذوات الفلقتين فالقولونسوا والبشرة منشأهم مين؟ الخارجية. أما في ذوات الفلقة الواحدة فنلاحظ أن البشرة والقشرة منشأهم واحد وهو الطبقة الوسطى. أهم ما يميز هذا النموذج أصل القشرة والبشرة واحد وهو الطبقة الوسطى، أو بين قوسين منشأ القشرة. هذا كل الكلام مهم جدا بنجيبه في الصح والخطأ أو اختار الإجابة الصحيحة. نشوف بعض نظريات نمو الميرستم القمي للجذر. نظرية كلوز اللي بتعتمد بشكل رئيسي على توزيع النشاط الميرستيمي. نظرية كلوز، منطقة البدايات الخلوية تكون بناء على هذه النظرية أن منطقة البدايات الخلوية تكون خاملة وتتميز إلى منطقتين حسب النشاط. حسب النشاط منطقة البدايات الخلوية بتكون خاملة، ولكن تتميز إلى منطقتين حسب النشاط. الانقسام الخلوي يكون أكثر نشاطا بعيدا عن منطقة البدايات، بمعنى كلما ابتعدنا عن القمة بناء على نظرية كلوز بيكون حركة الخلايا والانقسام الخلوي تحديدا بيكون أكثر إيش نشاطا، وتنقسم إلى منطقتين اللي هي بناء على نظرية كلوز وتوزيع النشاط الميرستيمي. نلاحظ أن منطقة الميرستم القمي للجذر تنقسم إلى منطقتين: منطقة السكون في الجذر quiescent region. بالتالي بناء على النشاط الميرستيمي واعتمادا على نظرية كلوز نلاحظ أن الميرستم القمي للجذر ينقسم إلى منطقتين: منطقة السكون اللي هي عبارة عن منطقة طرفية بالميرستم الأول اللي حكينا عنه. الميرستم الأول شو بالضبط؟ يعني الجزء الطرفي من الميرستم القمي للجذر. هذه المنطقة الطرفية موجودة بالميرستم الأول بين القولونسوة الجذر، ومنطقة أخرى تتميز بالانقسام الخلوي. بالتالي أين توجد منطقة السكون في الجذر؟ تقع ما بين القولونسوة والمنطقة التي تتميز بالانقسام الخلوي السريع. ما هي أهم مميزات منطقة السكون؟ تتميز بأن الحمض النووي فيها منخفض، انقساماتها قليلة، لأن المنطقة الثانية تتميز بالانقسامات السريعة. في الجذور الصغيرة قد لا تكون موجودة أصلا، تعمل على تعويض الخلايا التالفة. تعتبر منطقة السكون مركز لبناء البدايات الخلوية والأكسينات اللي هو هرمون النمو.
تنشط في الانقسام الخلوي خلال فترة تكوين الجذر. المنطقة الثانية اللي هي منطقة الانقسام الخلوي السريع اللي موجودة للداخل إلى أسفل بالنسبة لمنطقة السكون، لا توجد في الميرستم الأول، بعيدة عنه إلى حد ما، ولكن منطقة اللي هو السكون توجد في الميرستم الأول. هذه المنطقة بعيدة عنه إلى حد ما. متى تبعد؟ قديش تبعد؟ تصل إلى ذروتها عند حوالي 1 ملم من الطرف الجذري. مناطق الانقسام الخلوي السريع تعتمد على نوع النبات. مناطق الانقسام الخلوي السريع تعتمد على نوع النبات. الزيادة في طول الجذر تنتج عن استطالة الخلايا. الزيادة في طول الجذر تنتج عن ايش؟ تنتج عن ايه؟ عن استطالة الخلايا. منطقة الاستطالة في الذرة تتراوح في 8 إلى 10 ملم، بمعنى للداخل لأسفل، تبتعد عن منطقة السكون أو عن منطقة الميرستم الأول، تتراوح ما بين 10 إلى 8 ملم. ذروة الاستطالة في الذرة تبدأ عند 4 ملم دون انقسام خلوي، بمعنى انه اذا فحصنا الميرستم القمي في جذر الذرة نلاحظ ان ذروة الاستطالة تستطيل الخلايا ولكن دون ان تنقسم، تستطيل الخلايا دون ان تنقسم. عند وين الذروة بتكون؟ عند 4 ملم، ولكن منطقة الاستطالة بشكل عام في الذرة تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملم. ذروة الاستطالة أي تستطيل الخلايا دون أن تنقسم عند 4 ملم. Parts of the root system. growing zone منطقة، هذه هي منطقة الانقسام السريع، ولكن المنطقة هذه ايش؟ منطقة السكون. وهنا منطقة ايش؟ الروت كاب. ومنطقة السكون موجودة ما بين منطقة الانقسام السريع actively growing zone وما بين ايش؟ القولونسوا. الايش؟ القولونسوا. root cap cover and protects actively growing cells of the root end of the root. اوكي. نيجي على هذا الشكل التفصيلي اللي بفصل المناطق المختلفة للجذر. طبعا هنا الروت كاب، منطقة الروت كاب، منطقة كويسنت سنتر، منطقة السكون، وللداخل منها منطقة الانقسام. وطبعا احنا بنتذكر في التركيب الطولي للجذر والعنصوة زون اوف سيل ديفيجن منطقة الانقسام السريع، زون اوف elongation منطقة الاستطالة، هذا كله اخذناه في مساقات سابقة، وزون اوف ماتوريشن اللي هي المنطقة المستديمة اللي بتخرج منها جذور جانبية. جذور جانبية. لو جينا درسنا من اسفل الى اعلى من القمة، ايبيكال ميرستم منطقة الميرستم القمي، كويسنت سنتر اللي هي منطقة السكون، بروتوديرم البشرة الخارجية، بروكامبيوم الكامبيوم الأول، جراوند ميرستم الميرستم الأساسي اللي هتتكشف عنها أنسجة ابتدائية. ومن ثم منطقة النضج بده يكون فيها فاسكولار تيشو اللي هي أنسجة وعائية خشب ولحاء ناضجة. طبعا هنا بروكامبيوم الكامبيوم الأول، مرحلة ميرستيمات أنسجة ميرستيمية. تمام. اندو ديرمس اللي هي البشرة الداخلية، وإبيديرمس البشرة الموجودة الخلايا الخارجية. نفس الشكل روت كاب penetration plating اللي هو منطقة القولونسوا، zone of cell division in new cells by mitosis اللي هو منطقة الانقسام cell division الخلايا اللي بتنقسم، zone of cell elongation cell expansion اللي هو منطقة الاستطالة، zone of maturation cell differentiation اللي هو منطقة التكشف أو المنطقة اللي هو الخلايا الناضجة، بروتوديرم جراوند ميرستم برو فاسكولار. اوكي، هذا الكلام كله اللي اخذناه. ايضا شكل اخر للجذر روت كاب منطقة القولونسوا، منطقة السكون، منطقة السكون كويسنت سنتر فيو سيل ديفيجن تتميز بانه الانقسامات محدودة، وبعدين ريجن اوف رابيد سيل ديفيجن، ريجن اوف رابيد سيل ديفيجن منطقة الايش؟ الانقسامات السريعة،
طبعًا هنا الإبيديرم البشرة، والإندوديرمس البشرة الداخلية، من ثم الإندوديرمس طبعًا اللي متذكرين أنتم اللي فيها شريط كاسبار، وبعدين في عندنا كسالوم وفلويوم اللي هو الخشب واللحاء، وعندنا الكورتكس القشرة، الروت هير اللي هي الشعيرات الجذرية منشأها خارجية المنشأ، مالها؟ خارجية الإيش؟ المنشأ، خارجية المنشأ. نفس الشكل حكيناه في السابق، برايمري ميرستلمز ميرستيمات ابتدائية، برايمري تيشيو ميرستيمات ابتدائية، جراوند ميرستم وبروتوديرم، وروت ايبيكال ميرستمز اللي هي روت ايبيكال ميرستمز، منطقة الميرستيمات القمية اللي فيها بداخلها بتكون منطقة الايش؟ السكون. تمام. الميرستيمات نوع آخر من الميرستيمات، بعد أنهينا الميرستم القمي في جذر ذوات الفلقتين وجذر ذوات الفلقة الواحدة، ولاحظنا الاختلافات الرئيسية بينهما، نشوف نوع آخر من الميرستيمات بناء طبعا على الموضع أو على الموقع. مناطق الميرستيمات البينية، الميرستيمات البينية هي عبارة عن مناطق ميرستيمية مشتقة من الميرستم القمي للساق. يعني مما تشق الميرستيمات البينية هي عبارة عن مناطق ميرستيمية مشتقة من الميرستم القمي للساق. بالتالي من أين تنشأ الميرستيمات البينية؟ عبارة عن مناطق ميرستيمية مشتقة من الميرستم القمي للساق. ماذا يحدث أثناء النمو؟ أثناء النمو تنعزل عن الميرستم القمي للساق، تبعد عنها وتفصلها أنسجة ناضجة. بالتالي الميرستيمات البينية تنفصل وتنعزل عن منطقة الميرستم القمي للساق، ويصير بفاصل ما بينها أنسجة ناضجة ما بين الميرستم القمي للساق والميرستيمات البينية، بفصلها أنسجة ناضجة. هذه الميرستيمات البينية لا تحتوي على الميرستم الأول اللي كان موجود في طرف الميرستم الأول أو الميرستم القمي، تحتوي على بعض عناصر الخشب واللحاء الأول طبعا، الأول وليس الثانوي. تتحول هذه الميرستيمات البينية في النهاية إلى أنسجة ناضجة. أين توجد عادة الميرستيمات البينية؟ 3 مناطق محددة، توجد عند قواعد أو وسط أو قمم السلاميات، والسلامية أنتم عارفينها المسافة البينية ما بين عقدتين متتاليتين في الساق. بالتالي مرة ثانية الميرستم البيني يشتق من الميرستم القمي للساق، وأثناء نمو النبات ينفصل عن الميرستم القمي للساق وينعزل عنه ويفصل ما بينه وما بين الميرستم القمي للساق أنسجة ناضجة. هل يحتوي على ميرستم أول؟ لا يحتوي الميرستم البيني على ميرستم أول، يحتوي على عناصر لحاء وخشب. وبالنهاية عندما تتكشف الميرستيمات البينية تتكشف إلى أنسجة ناضجة. عادة أين توجد الميرستيمات البينية؟ عند قواعد أو وسط أو قمم السلاميات. ماذا يحدث نتيجة نشاط الميرستيمات البينية؟ تحدث استبطال. احنا حكينا عند قواعد ووسط وقمم السلاميات، مش نتيجة نشاط ايش بده يصير؟ تحدث استبطال للسلاميات وأغماد الأوراق. ما هو التأثير السلبي للميرستيمات الابتدائية؟ الميرستيمات الابتدائية لها تأثير سلبي. عادة عندما تكون موجودة في الورقة يضعف تركيب الورقة والساق نتيجة إعاقة استمرار امتداد الأنسجة الوعائية بينهما. بمعنى أنه عادة يوجد امتداد طبيعي ما بين الأنسجة الوعائية للساق والورقة، بمعنى أن الخشب واللحاء بيمتد من الورقة للساق للقيام بالوظائف الطبيعية سواء الخشب أو اللحاء، سواء بتوصيل الماء والذائبات الخشب أو الغذاء المجهز بواسطة اللحاء. ولكن نتيجة وجود الميرستيمات الابتدائية بعض الأحيان تتم إعاقة استمرار امتداد الأنسجة الوعائية. نشاط هذه الميرستيمات طبعا يعتبر المسؤول عن الشكل والحجم النهائيين لأعضاء النبات مثل الأوراق وإيش والأزهار. بمعنى أنه نشاط
الميرستيمات البينية هو مسؤول بشكل رئيسي عن الشكل والحجم النهائي لبعض الأعضاء كالأوراق والأزهار. تنشأ هذه الأعضاء من الميرستيم القمي كما تحدثنا. بعد ذلك من زيادة مستمرة في الحجم يعتبر نموا إيش؟ بينيا، بمعنى إنه الأعضاء بتنشأ عادة من الميرستيم القمي، ولكن لاحقا النمو بعد ذلك يعتبر اللي هو مسؤول عنه مين؟ الميرستيمات البينية. الميرستيمات الجانبية أو الثانوية اللي تحدثنا عنها كثيرا، هذه الميرستيمات تعتبر بعيدة عن قمم السيقان والجذور، تتكون من خلايا منشئة. تنقسم هذه الميرستيمات، تنقسم الخلايا بشكل موازي للسطح الخارجي للعضو اللي بتوجد فيه هذه الميرستيمات. نتيجة نشاط الميرستيمات الجانبية ما هي؟ زيادة القطر في العضو النباتي. بالتالي عندما تكون ميرستيمات جانبية أو ميرستيمات ثانوية وتنشط وتنقسم هذه الميرستيمات، العضو النباتي اللي موجود فيه هذه الميرستيمات ماذا يحدث له؟ زيادة في قطر العضو النباتي. أيضا هذه الميرستيمات تعمل على إنشاء أنسجة جديدة أو تضيف إلى الأنسجة الموجودة أصلا. من أهم الميرستيمات الجانبية الكامبيوم الوعائي والكامبيوم الفليني. ماذا ينشأ عن الميرستيمات الجانبية أو الميرستيمات الثانوية؟ بتنشأ عنها أنسجة ثانوية، تنشأ عنها أنسجة ثانوية. بالتالي ماذا ينشأ عن الكامبيوم الوعائي؟ أنسجة ثانوية وعائية. ماذا ينشأ عن الكامبيوم الفليني؟ أنسجة ثانوية ضامة. طبعا هنا خشب ولحاء ثانويين، وهنا ينشأ منه الكامبيوم الفليني البريديرم. بالتالي ماذا ينشأ عن الميرستيمات الثانوية أو الجانبية؟ ينشأ عنها أنسجة ثانوية. مرة ثانية، نتيجة تكوين هذه الأنسجة الثانوية يحدث زيادة في قطر العضو النباتي، تعمل نشاط هذه الميرستيمات على إنشاء أنسجة جديدة. أوكي. إيش مجموعتي الأنسجة الثانوية اللي تكلمنا عنها؟ أنسجة وعائية سواء أو لحاء ثانويين. من وين بينشأوا؟ من نشاط الكامبيوم الوعائي. وكذلك أنسجة واقية وعادة ممثلة بالبريديرم، وهو نسيج معقد، مما ينشأ البريديرم من نشاط الكامبيوم الفليني. نيجي للكامبيوم الوعائي. ايش بده ينشأ عنه؟ الأنسجة الوعائية الثانوية، الخشب واللحاء الثانويين ينشأان عن الكامبيوم الوعائي. واحنا تكلمنا في محاضرة سابقة أن الكامبيوم الوعائي يتكون من الكامبيوم الحزمي والكامبيوم البين الحزمي، ونتيجة نشاط الكامبيوم الوعائي ينشأ الخشب واللحاء الثانويين، وهي الأنسجة الوعائية الثانوية. فالأنسجة الوعائية الثانوية تمثل الجزء الأكبر من محور جسم النبات الإيش؟ الناضج. بالتالي معظم قطر ساق النبات على سبيل المثال للنباتات المستديمة، للأشجار المستديمة، معظم حجمها ماذا؟ بناء على هذه المعلومة أنسجة وعائية ثانوية. أين يوجد الكامل الوعائي؟ واحد، يوجد في معظم الجذور والسيقان للنباتات الخشبية ذوات الفلقتين. لماذا ذوات الفلقتين؟ لأن ذوات الفلقتين هي النباتات التي تعمر عادة، هي النباتات التي تستديم، هي النباتات المعمرة. فيوجد هذا الكامبيوم الوعائي لكي تتكون نتيجة نشاط أنسجة وعائية ثانوية خشب ولحاء ثانويين. يوجد هذا الكامبيوم الوعائي في معظم جذور وسيقان لمين؟ لذوات الفلقتين. كيف يكون موجود هذا الكامبيوم الوعائي؟ على هيئة أسطوانة من صف واحد من الخلايا الإنشائية، عادة يوجد على هيئة أسطوانة من صف واحد من الخلايا الإنشائية، ولكن قد تتجزأ هذه الأسطوانة فقط في حالة السيقان بواسطة فجوات الأوراق وفجوات الأفرع. بالتالي بمعنى أنه المناطق اللي بده يخرج منها أوراق وأفرع تتجزأ فيها هذه الأسطوانة اللي بتتكون من خلايا إنشائية، أيضا بالإضافة لهذه المنطقة قد يوجد الكمام الوعائي في أعناق الأوراق والعروق التي تزداد في السمك على شكل أشرطة من صف واحد. بمعنى
أين قد يوجد الكامبيوم الوعائي، قد يوجد الكامبيوم الوعائي بالإضافة إلى معظم الجذور والسيقان للنباتات الخشبية. أيضا قد يوجد في أعناق الأوراق والعروق. أي أعناق، أوراق وعنق؟ في الأعناق تحديدا، الأوراق عنق الورقة، أو العروق اللي هي داخل الورقة بتزداد في السمك على شكل أشرطة. كيف بيكون موجود؟ على شكل أشرطة من صف واحد، على شكل أشرطة من صف واحد. ولكن في جذور وسيقان ذوات الفلقتين المعمرة على هيئة اسطوانة من صف واحد من خلايا إنشائية، اسطوانة، ولكن هنا على هيئة إيش؟ أشرطة. نيجي لهذا الشكل، قطاع عرضي، قطاع عرضي في ساق ذوات الفلقتين، وهنا حزمة وعائية في المراحل، في مرحلة النمو الابتدائي. كبرنا الحزمة الوعائية. في المنتصف هنا كامبيوم حزمي بين الحزمتين المتتاليتين، الكامبيوم البين الحزمي. بالتالي هنا هو الكامبيوم الوعائي، فاسكولار. بروكامبيوم اللي هو الكامبيوم الأول في المراحل الأولى للنمو، لأنه بعدها حنصير نسميه فاسكولار كامبيوم، اللي هو بيشمل الحزمي للداخل والبين الحزمة بين حزمتين. هذه المنطقة ما بين الحزمي، الكامبيوم داخل الحزمة بنسميه الكامبيوم الحزمي. كلاهما كامبيوم حزمة والكامبيوم الحزمي يسمى الكامبيوم الوعائي. لو جينا هذه الحزمة الوعائية في البدايات الأولى للنمو بتتكون بشكل رئيسي الفاسكولار كامبيوم، الحزمة الوعائية بتتكون من خشب ابتدائي اللي تكون نتيجة نشاط بروكامبيوم، الكامبيوم الأول، اللي هي مرستيمات ابتدائية اللي بتتكون عنها أنسجة ابتدائية برايمري اكزايلوم. وللخارج مين يا بنات؟ برايمري فلويوم، أيوه، اللي هو اللحاء الابتدائي. بالتالي الحزمة الوعائية في المراحل الأولى للنمو تتكون من 3 أجزاء رئيسية: الكامبيوم الأول، الجزء الثاني الخشب الابتدائي للداخل، واللحاء الابتدائي للخارج. بعد ذلك ينشط هذا الكامبيوم، أيوه بيبدأ نشاطه، هنشوف كيفية نموه لاحقا، ويبدأ يتكون ماذا للداخل؟ سكندري فلويوم بالداخل، الفاسكولار كامبيوم اللي هو الكامبيوم الوعائي بنصير نسميه، بيبدأ يكون خشب ثانوي للداخل ولحاء ثانوي للخارج. بالتالي إلى أن تنضج الحزمة الوعائية وتتكون من 5 أجزاء رئيسية، 5 أجزاء رئيسية. في المنتصف تماما الكامبيوم الأول، الكامبيوم الوعائي، فاسكولار كامبيوم، الكامبيوم الوعائي. للداخل منه خشب ثانوي، وللداخل من الخشب الثانوي لو يصير أقل حجما راجع تكوين الكامبيوم لتكوين الخشب الابتدائي. أنا خشب ابتدائي، خشب ابتدائي، خشب ثانوي، كامبيوم وعائي. المنطقة هذه ايش بدها تكون؟ لحاء ثانوي. هذه المنطقة مالها لحاء ثانوي، ولكن اللحاء الابتدائي يتراجع تكوين اللحاء الابتدائي. أنواع خلايا الكامبيوم الوعائي، يوجد نوعين رئيسيين من ناحية خلوية، رغم أنه هي عبارة عن مرستمات ابتدائية أو مرستمات ثانوية، إلا أنها خلاياها تتمايز. هذه المرستمات الثانوية خلاياها تتمايز. ويوجد أنواع لخلايا الكامبيوم الوعائي. في نوعين من البدايات الخلوية يتماثلان هذان النوعين في التركيب الدقيق من ناحية ميتوكوندريا والشبكة البلازمية وكذا وكذا. من ناحية تركيب دقيق يتماثلان، ولكن يختلفان في الشكل والحجم. أنواع خلايا الكامبيوم الوعائي يختلفان في الشكل والحجم، ولكن يتماثلان في التركيب الدقيق. ويختلفان أيضا في أنواع الخلايا الناتجة عنهما. كل نوع من أنواع خلايا الكامبيوم الوعائي بيكون نوع محدد من الخلايا التي تنتج عنهما، اللي هم ايش؟ البدايات المغزلية الشكل، بداءات مغزلية الشكل، بداءات مغزلية الشكل. ما هي أهم مميزات بداءات مغزلية الشكل؟
عند الانقسام البداء المغزلية الواحدة تعطي خليتين. الخلية الأولى تبقى ميرستيمية. بمعنى إيش يعني تبقى ميرستيمية؟ أي أنها سوف تنقسم مرة أخرى. أما الخلية الثانية تتحول إلى لحاء إذا كانت خارجية كما تحدثنا، أو إلى خشب إذا كانت داخلية. بالتالي البداية المغزلية اللي هو النوع الأول من خلايا الكامبيوم الوعائي، البداية المغزلية تنقسم إلى خليتين. الخلية الأولى تبقى ميرستيمية تنقسم باستمرار، والأخرى تتكشف تتخصص إلى ماذا؟ إلى نسيج لحاء إذا كانت خارجية كما تحدثنا بشكل قليل، أو إلى نسيج خشب إذا كانت داخلية. أما النوع الآخر من خلايا الكامبيوم الوعائي تسمى بداءات الأشعة. تسمى ماذا؟ بداءات الأشعة. ماذا تعطي بدايات الأشعة عندما تنقسم؟ تعطي الخلايا البرانشيمية للأشعة الوعائية أو النخاعية. تعطي الخلايا البرانشيمية للأشعة الوعائية أو الأشعة النخاعية. تمام. البدايات المغزلية الشكل النوع الأول تكلمنا عنه، عادة متطاولة في اتجاه المحور الطولي للنبات. يبقى النوع الأول من خلايا الكامبيوم الوعائي بدايات مغزلية، عادة شكلها متطاول وبكون في اتجاه المحور الطولي للنبات، وأطرافها مستدقة، وبتكون منها كما تحدثنا أحد خلاياها الناتجة عنها تبقى ميرستيمية، والأخرى تكون خشب إذا كانت للداخل ولحاء إذا كانت للخارج. بالتالي تكون منها خلايا أنسجة خشب ولحاء. وفي القطعات العرضية تظهر مستطيلة الشكل. ويوجد طبعا تباين في أطوال البدايات المغزلية وأحجامها حسب نوع النبات وحسب ظروف النمو التي ينمو فيها هذا النبات. كيف تترتب البدايات المغزلية؟ كيف بيكون ترتيب هذه الخلايا اللي هو النوع الأول من خلايا الكامل الوعائي؟ كيف تترتب؟ إما تترتب في طبقات أفقية بحيث تظهر أطراف خلايا كل طبقة في مستوى واحد، كل الأطراف تظهر كأنها في مستوى واحد. ويعرف هذا النوع من البدايات المغزلية بالكامبيوم الطبقي أو الكامبيوم المصفوف. أما النوع الآخر فلا تترتب في طبقات أفقية، بحيث أنه توجد أطراف الخلايا فوق بعضها البعض، ولكن هنا خلايا كل طبقة في مستوى واحد كل طبقة، ولكن هنا الأطراف فوق بعضها إيش؟ البعض. هذا النوع من أنواع الكامبيوم يسمى اللا طبقي واللا مصفوف. يسمى اللا طبقي واللا مصفوف. أما بدايات الأشعة الرينج انيشيال، بدايات الأشعة هناك شو حكينا عنها؟ متطاولة مستدقة الأطراف، ولكن هنا خلايا منتظمة الشكل متماثلة الأقطار. هناك حكينا متطاولة مستدقة الأطراف، هنا متماثلة الأقطار، حجمها صغير إذا مقارنة بالبدايات المغزلية. بالتالي السؤال المباشر قارني بين أشكال وأحجام بدايات المغزلية وبدايات الأشعة الكامبيوم الوعائي. الإجابة واضحة تماما. إيش بينشأ عن نشاط بدايات الأشعة؟ بينشأ عن نشاط الخلايا البرانشيمية التي تمتد أفقيا في أنسجة الخشب واللحاء الثانويين، اللي بنسميها هذه الخلايا الأشعة الوعائية. بالتالي احنا بنعرف ان الخلايا البرانشيمية تعتبر جزء رئيسي من الخشب واللحاء، وبنسميها برانشيم الخشب أو برانشيم اللحاء. مما تنشأ هذه الخلايا البرانشيمية من بداءات الأشعة. من إيه؟ من بداءات الأشعة. ويقل طولها كثيرا عن البدايات المغزلية، وأنويتها أصغر في الحجم من البدايات المغزلية. تمام. هذه الصفات العامة للبدايات الأشعة. هيا عن البدايات المغزلية طلع كيف مطاولة وأطرافها مالها مستدقة، وكل هذه بداية مغزلية. ولكن بدايات الأشعة أكثر انتظاما، هيا، وغير مستدقة وغير متطاولة. هذه هي بدايات الإيش؟ الأشعة. بدايات الأشعة شايفين كيف أكثر انتظاما، ولكن البدايات المغزلية طلع كيف مستدقة، طويلة طويلة كتير، طويلة كتير بدايات المين؟ المغزلية.
لما أروح على بدايات الأشعة أكثر انتظاما أشكالها، ولكن البدايات المغزلية هي متطاولة مستدقة، أطرافها مالها مستدقة سواء طبقي أو غير طبقي. تركيب خلايا الكامبيوم الوعائي من ناحية التركيب اللي احنا حكينا متشابهة، سواء بدايات الأشعة أو البدايات المغزلية. تتميز البروتوبلاست بعصارة كبيرة، طبقة رقيقة من السيتوبلازم تحيط بالعصارة، والنواة كبيرة. جذر الخلايا ابتدائية لأنها ما زالت عبارة عن ميرستيمات، حتى لونها ميرستيمات ثانوية ولكنها خلايا ميرستيمية يجب أن تنقسم. بالتالي جذر الخلايا مالها ابتدائية وذات رقعات نقر ابتدائية. من الصعب التمييز ما بين البدايات الخلوية والمشتقات الخلوية الحديثة. منشأ الكامبيوم الوعائي مما ينشأ في السيقان، مما يبنى النسيج الوعائي الابتدائي. في البداية النسيج الوعائي الابتدائي بمعنى الخشب واللحاء الابتدائيين، من وين منشأهم؟ مما يبنى النسيج الوعائي الابتدائي من الكامبيوم الأول، واحنا حكينا انه الكامبيوم الأول يعتبر ميرستم ابتدائي ينشأ عنه أنسجة ابتدائية. بالتالي النسيج الوعائي الابتدائي ينشأ من الكامبيوم الأول الذي ينشأ مبكرا من الميرستم القمي للساق. تمام، في السيقان هذا الكلام. كيف يتكشف؟ ولكن الكامب الأول إذا النبات نما نموا ابتدائيا أو نما نموا ثانويا، هل تكشف الكامبيوم الأول بيكون بنفس الطريقة في النمو الابتدائي وفي النمو الثانوي؟ أولا، في النباتات التي لا يحدث فيها نمو ثانوي، اللي ما بصيرش فيها نمو ثانوي بمعنى ان النباتات غير معمره ولا تنمو نموا ثانويا، ايش بده يصير؟ جميع خلايا الكامب الاول تتكشف لتعطي انسجه وعائيه ابتدائيه. خلصنا الجزئيه هذه على طول. بالتالي النباتات التي تنمو نموا ابتدائيا ولا تعمر ولا تستديم في حياتها سواء في الجذر او في الساق، نلاحظ انه ايش، وتحديدا في الساق نتكلم عن الساق، انه ايش، تتكشف لتعطي انسجه وعائيه ابتدائيه في النباتات التي لا يحدث فيها نموا ثانويا. النباتات التي يحدث فيها نمو ثانويا ايش بده يكون فيها؟ لها تكشف اخر، لانه الكامب الاول لا يكفي، احنا بنحتاج الى كامبيوم وعائي للنباتات التي تنمو نموا ثانويا، لأننا نتحدث عن تخليق وتكوين خشب ولحاء ثانويين. ومين اللي بيعطي الخشب واللحاء الثانويين؟ الكامبيوم الثانوي اللي هو الميرستم، يعتبر ميرستم ثانوي، ولكن الكامبيوم الأول هو عبارة عن ميرستم ابتدائي، بالتالي يعطي فقط خشب ولحاء ابتدائيين فقط في النباتات التي لا يحدث فيها نمو ثانوي. بالتالي في النباتات الذي يحدث فيها نمو ثانوي ايش بده يصير؟ لا يتحول الجزء الاوسط من الكامبيوم الاول اللي هو موجود في الحزم داخل الحزم الوعائيه، اللي موجود داخل الحزم الوعائيه، الى خشب ولحاء ابتدائيين. احنا شو حكينا في النباتات اللي فيش فيهم نمو ثانوي؟ كل الكامبيوم الاول يتكشف الى انسجه وعائيه ابتدائيه وخلصنا. النباتات اللي ما فيش فيها نمو ثانوي الكامبيوم الاول يتكشف الى انسجه وعائيه ثانويه. تمام. اما النباتات اللي فيها نمو ثانوي اللي سوف يحدث فيها نمو ثانوي بين قوسين بالتحديد تكوين خشب ولحاء ثانويين، الجزء الاوسط من الكامبي الاول لا يتحول الى خشب ولحاء ابتدائيين. مال هذا الجزء؟ يبقى انشائيا باستمرار، بينقسم باستمرار ويتحول تدريجيا الى طبقه من صف واحده تسمى الكامبيوم الحزمي. بالتالي من أين ينشأ الكامبيوم الحزمي اللي هو عبارة عن الجزء الرئيس للكامبيوم الوعائي؟ لأن نحن تحدثنا أكثر من مرة أن الكامبيوم الوعائي يتكون من كامبيوم حزمي وكامبيوم بين الحزمي. فالكامبيوم الحزمي اللي موجود داخل الحزمة الوعائية من أين ينشط؟ ينشط نتيجة عدم تحول الجزء الأوسط من الكامبيوم الأول إلى خشب ولحاء ابتدائيين، ولكنه يبقى نشطا باستمرار، بمعنى أنه الكامبيوم الحزمي منشأه الجزء الأوسط من الكامبيوم الأول.
الكامبيوم الحزمي كيف يتكشف؟ يتكشف الكامبيوم الحزمي اللي حكينا كيف ينشأ لكي ينتج ما يسمى الكامبيوم بين الحزمي. كيف يحدث ذلك؟ احنا كونا الآن الكامبيوم الحزمي، حكينا عن انه ينشأ نتيجة النشاط المستمر للجزء الأوسط للكامبيوم الأول، خاصة في النباتات ذو النمو الثانوي. فكيف يتكشف هذا الكامبيوم الحزمي وينتج الكامبيوم بين الحزمي؟ الكامبيوم الحزمي يمتد جانبا. ايش يعني يمتد جانبا؟ يعني خارج حدود الحزمة الوعائية، لأنه هو داخل الحزمة الوعائية ما بين الخشب واللحاء الابتدائيين. يمتد جانبا. عندما يمتد جانبا يتحد مع أشرطة أخرى ميرستيمية في الخارج، يتحد مع أشرطة أخرى مع خلايا أخرى ميرستيمية. مما تنشأ هذه الخلايا، أو من ماذا تنشأ هذه الخلايا؟ تنشأ من خلايا برانكيمية التي تنشأ عن الميرستم القمي. كذا يتكون الكامبيوم بين الحزمة الوعائية، بين الحزم الوعائية، حيث تبدو أسطوانة كاملة من الكامبيوم. بالتالي حددنا كيف ينشأ الكامبيوم الحزمي اللي هو داخل الحزمة. بعد تكوين الكامبيوم الحزمي توجد 3 خطوات. الخطوة الأولى اللي من خلال هذه ال3 خطوات سوف نتعرف على كيفية تكوين الكامبيوم بين الحزمي اللي هي ما بين الحزم المتجاورة. الخطوة الأولى امتداد الكامبيوم الحزمي جانبيا، بمعنى خارج حدود الحزمة الوعائية. هذا الكامبيوم الحزمي يتحد مع أشرطة أخرى ميرستيمية اللي هي بتنشأ من خلايا البرانشيمية، اللي هي أصلا هذه الخلايا ناتجة عن الميرستم القمي. وهكذا بتكون الكامبيوم البين الحزمي ما بين الحزم الوعائية المتجاورة، وبتتكون أسطوانة كاملة من الكامبيوم الوعائي. هي الأسطوانة الكاملة بتتكون من كامبيوم حزمي وكامبيوم بين الحزمي. فما هي النتيجة النهائية لتكشف الكامبيوم الحزمي؟ تكوين الكامبيوم بين الحزمي، وبالتالي تكوين أسطوانة الكامبيوم الكاملة اللي هو كامبيوم وعائي. بالتالي النتيجة النهائية لتكشف الكامبيوم الحزمي، النتيجة النهائية له تكوين الكامبيوم بين الحزمي. وبالتالي الآن لدينا كامبيوم حزمي وكامبيوم بين الحزمي. إجمالي الكامبيوم الحزمي والكامبيوم بين الحزمي هو الأسطوانة الكامبيوم الكاملة التي تتمثل بالكامبيوم الوعائي. هذه هي الكامبيوم الوعائي كله على بعضه، كله بصير هيك اسمه اسطوانة الكامبيوم الوعائي. بتكون من كامبيوم بين الحزمي اللي بين الحزمتين متتاليتين، وفي الداخل الكامبيوم الحزمي. اوكي. النشاط الموسمي للكامبيوم الوعائي، ايش بنفهم من العنوان؟ النشاط الموسمي للكامبيوم الوعائي، اي ان الكامبيوم الوعائي له نشاط موسمي، يعني مش طوال السنة نفس النشاط، سواء موسم الربيع بين قوسين موسم النمو الخضري أو المواسم الأخرى، يوجد تباين في نشاط الكامبيوم الوعائي. سؤال: لماذا تعتبر فترة نشاط الكامبيوم قصيرة في النباتات الحولية وثنائية الحول من ذوات الفلقتين؟ طلع محصور السؤال في ايش؟ في النباتات الحولية والنباتات ثنائية الحول من ذوات الفلقتين. موجود الكامبيوم الوعائي نعم في النباتات الحولية أو النباتات ثنائية الحول من ذوات الفلقتين، موجود، ولكن فترة نشاطه ايش؟ قصيرة، لأن محور النبات يزداد في السمك نتيجة تكوين أنسجة وعائية خلال فترة النمو الخضري. بمعنى إنه تكوين الأنسجة الوعائية بيكون خلال موسم النمو الخضري، خلال موسم
الربيع خلال موسم النمو، بيزداد محور النبات في السمك نتيجة أنه بينشط الكامل الوعائي في هذه الفترة. ولكن في مرحلة التكاثر بعد أن ينضج النبات وتكون الأزهار وتحدث مرحلة إخصاب وتلقيح وتكاثر وكذا، تتوقف الزيادة في السمك. لماذا؟ لأن نشاط الكامبيوم يرتبط بالنمو الخضري فقط. بالتالي في مرحلة التكاثر الزيادة في سمك محور النبات تتوقف. لماذا؟ لأنه ما فيش عندنا نمو، لأنه ما فيش عندنا نشاط كامبيوم، لأنه نشاط الكامبيوم عادة مرتبط بفترة النمو الخضري. بالتالي مرحلة التكاثر اللي هي تلحق مرحلة النمو الخضري بتوقف فيها الزيادة في السمك، لأنه نشاط الكامبيوم مرتبط فقط بمرحلة النمو الخضري. هنا زي ما احنا كاتبين هنا، محور النبات يزداد في السمك نتيجة تكوين أنسجة وعائية خلال فترة النمو الخضري. بالتالي متى تتكون أنسجة نوعية نتيجة الأنسجة الوعائية نتيجة نشاط الكامل الوعائي؟ أثناء فترة النمو الخضري. ولكن في فترة التكاثر توقف الزيادة في السمك، لأن نشاط الكامل مرتبط عادة بمرحلة النمو الخضري. ماذا يحدث في الأنواع الخشبية المعمرة؟ الكلام المهم جدا. إيش بده يصير فيه؟ نشاط الكامبيوم الوعائي موسميا، يمر بفترات كمون في الشتاء. كامبيوم نشيط موسميا، مرتبط حكينا الكامبيوم الوعائي بفترة النمو الخضري، ولكن هذا الكامبيوم بمر بإيش؟ بفترات كمون في الشتاء. نشاط الكامبيوم الوعائي يبدأ في الساق مع بداية نشاط النمو الخضري في بداية الربيع قبل وأثناء تكشف البراعم. بالتالي متى يكون نشاط الكامبيوم الوعائي؟ مع بداية نشاط النمو الخضري في بداية الربيع، يبدأ في الساق مع بداية نشاط النمو الخضري. متى يكون بداية نشاط النمو الخضري؟ في بداية الربيع، وعادة النباتات فيها بيكون قبل أو تكشف أو أثناء تكشف البراعم. بعد ذلك بعد فترة النمو الخضري يتوقف النشاط طوال فترة الحياة. مراحل تكشف الكامل الوعائي يمر بمرحلتين. الأولى الكامل الوعائي إيش بصير فيه أصلا؟ هاتين المرحلتين الأولى يحدث فيها اتساع خلايا الكامل في الاتجاه الخلايا. أما الثانية أول شيء تصير استطالة، تصير اتساع لخلايا الكامل في الاتجاه القطري. أما المرحلة الثانية يحدث فيها الانقسام الخلوي. في البدايات يحدث فيها الانقسام الخلوي نتيجة نشاط الكامل الوعائي، تتكون أنسجة وعائية ثانوية تزيد من قطر أعضاء النبات. احنا حكينا إنه من أهم نتائج نشاط الكم الوعائي على النبات زيادة قطر النبات نظرا لتكوين أنسجة وعائية ثانوية جديدة. ماذا يحدث خلال فترة الكمون الشتوي للكامبيوم؟ في هذه الفترة حكينا أنه لا ينشط الكاميوم الوعائي، ولكن ماذا يحدث؟ يتم نضج خلايا الخشب واللحاء الثانويين حديث التكشف. بمعنى انه مش احنا هنا في مرحله النمو الخضري تكون خشب ولحاء ثانويين، ولكن الكم الوعائي ما بيكونش نشط في تلك المرحله. ولكن ماذا يحدث في تلك المرحله؟ الخشب واللحاء الثانويين اللي تكونوا حديثا يتم نضجهما سواء خشب او لحاء ثانويين. ما هي اسباب نشاط الكم الوعائي في الربيع؟ طب في الربيع لو موسم النمو الخضري بينشط الكم الوعائي. لماذا؟ بسبب انتقال هرمونات النمو من البراعم الآخذة في النمو. احنا عارفين أن البراعم تأخذ في النمو في موسم الربيع، فبتنتقل الهرمونات من البراعم إلى خلاياه الواقعة تحت مستوى هذه البراعم، تنتقل من البراعم إلى الخلايا التي تقع تحت مستوى هذه البراعم. ولكن ماذا هي أسباب توقف النشاط في الشتاء؟ لانخفاض درجات الحرارة وقصر فترة الإضاءة. فالعوامل التي تؤثر في نشاط الكامبيوم عمر ونوع النبات والظروف البيئية اللي بيعيش فيها النبات. وأيضا في حالة الجروح ماذا يحدث؟ عند إصابة بعض النباتات بجروح تتكون هرمونات تسمى هرمونات الجروح، والهرمونات تعمل على تنبيه الكامبيوم الوعائي، ويعمل هذا الكامبيوم الوعائي على تكوين نسيج للحماية
بتكون عادة من خلايا، هذا النسيج تتكون من خلايا برانكيمية توجد فوق أو تحت سطح الجروح، وتسمى هذا النسيج بالكالوس. يسمى هذا النسيج بإيش؟ بالكالوس. فترة نشاط الكاميوم في الأعضاء المتساقطة كالأوراق والأزهار والنورات. هل فترة نشاط الكاميوم كما تحدثنا بالنسبة للسيقان مثلا في فترتين، وفي فترة نمو، وفي فترة كمون، وفي فترة نضج، وفي فترة استحالة في نشاط هذا الكامبيوم، ولكن وفي على مستوى الشتاء والربيع على سبيل المثال. ولكن هل نشاط الكامبيوم في الأعضاء المتساقطة كالأوراق والأزهار والنورات يكون نفسه كالسيقان؟ كلا، تكون قصيرة بضعة أيام أو حتى أسابيع، ويتحول فيما بعد إلى أنسجة وعائية، وبالتالي يلتصق الخشب الثانوي باللحاء الثانوي داخل الحزمة الوعائية. بالتالي أهم ما يميزه إنه إيش؟ إنه فترة نشاط الكاميوم في هذه الأعضاء المتساقطة كالأوراق والأزهار والنورات بتكون قصيرة، تمتد فقط بعض أيام أو بعض أسابيع، تتحول فيما بعد إلى أنسجة وعائية، وبتحدث اتحاد والتصاق الخشب الثانوي باللحاء الثانوي داخل الحزمة الوعائية. أما إذا تحدثنا عن الاسم الثانوي الآخر هو الكامبيوم الفليني، الذي سوف يتكشف إلى نسيج ثانوي سميناه في محاضرات سابقة بيريدير، فهو أحد الميرستيمات الجانبية الثانوية. أين يتكون في الساق؟ أين يتكون الكامبيوم الفليني؟ عادة يتكون تحت البشرة في معظم النباتات. مكان نشأة الكامبيوم الفليني تحت البشرة. طبعا في أماكن أخرى قد ينشأ وبشكل قليل من خلايا البشرة نفسها، أنا من خلايا تحت البشرة أو من خلايا البشرة نفسها، وقد ينشأ في مناطق أعمق من البشرة أو تحت البشرة، أو حتى برانشيم اللحاء. الخلايا البرانشيمية اللي بتكون جزء من اللحاء قد تتكشف إلى تعاود القدرة على الانقسام، قد تتكشف إلى كامبيوم فليني. ما هو مكان تكوينه في الجذر؟ هنا بالنسبة لمين؟ الساق. أما في الجذر غالبا من الطبقة المحيطة ريسايكل. احنا عارفين منطقة الطبقة المحيطة جيدا، وهي من أهم النماذج الخلوية اللي بنتكلم عنها أنها خلايا تستأنف القدرة على الانقسام وأن تكون الكامبيوم الفليني. إيش بينشأ عن نشاط الكامبيوم الفليني؟ فلين للخارج، هناخذ الكلام بالتفصيل عندما نتحدث عن الأنسجة الضمة. ينتج عنه فلين إلى الخارج وقشرة ثانوية للداخل. بالتالي الكامبيوم الفليني عندما يتكشف يكون بيريديرم، وأهم مكونات البريديرم وهو النسيج المعقد يتكون من خلايا الفلين للخارج وخلايا القشرة الثانوية للداخل. فالكامبيوم الفليني في ذوات الفلقة الواحدة. التغليظ الثانوي لا يوجد في معظم النباتات ذوات الفلقة الواحدة. لماذا؟ احنا عارفين ان ذوات الفلقة الواحدة عادة النباتات غير مستديمة غير معمرة، وبالتالي لا تحتاج نمو ثانوي. التغليظ الثانوي لا يحدث فيها، لأن جسم النبات يتكون عادة من أنسجة ابتدائية. من أنسجة إيش؟ ابتدائية، اللي بتنشأ نتيجة نشاط الميرستيمات الابتدائية، الكامبيوم الأول والميرستيم الأساسي والبشرة الأولية. بالتالي الميرستيمات الثانوية كالكامبيوم الفليني ما فيش داعي إنه ينشط ولا يحدث التغليظ. بالتالي التغليظ الثانوي لا يوجد في معظم ذوات الفلقة الواحدة، لأنها تتكون عادة من أنسجة ابتدائية. الميرستيمات والتميز الموجود في الكتاب اللي هو التكشف، يجب دراسة الأمثلة الموجودة بالتفصيل وخاصة في نهاية الفصل، حيث تعتبر أمثلة على أنسجة مختلفة سوف نتناولها بالتفصيل الدقيق لاحقا. هكذا بنكون أنهينا الميرستيم القمي سواء في الجذر سواء في الساق، وتحدثنا عن الميرستيمات المختلفة، ميرستيمات ثانوية، ميرستيمات ابتدائية، ميرستيمات بينية، تفاصيل كثيرة جدا. بتمنى أن تقرأوا وتطلعوا بتفصيل واجتهدوا الأول، لأننا سوف ندخل بعد ذلك في الأنسجة المستديمة. بعد ذلك سوف ندخل في الأنسجة المستديمة. يعطيكم ألف عافية، وإلى اللقاء إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة رقم 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.